السلام عليكم اعزائي المشاهدين ورحمه الله وبركاته. معكم محمد المحلاوي صاحب شركه ام جي الاستثمار الزراعي بالفرافره. احنا النهارده في سهل بركه. سهل بركه منين؟ من ناحيه طريق التلاوي، يعني الارض على الاسفلت على طول، مش الاسفلت، طريق التلاوي نص اسفلت ونص تراب، الارض على حته التراب. خلاص. بص الارض عامله ازاي؟ التربه الخضراء او السمراء اللي هي ايه؟ اللي هي الطينه بتاعت البلد، لسه ما خدتش سباخ ولا خدت حاجه. طيب ممكن تقول ده هو جسر هنا، طب ما تيجي تحفر لي في الارض يا محلاوي. اقول لك حاضر، احفر لك في الارض اهو. تمام، برجلي مش بلودر، ها، برجلي مش بلودر اهو. اهو التربه الخضراء، التربه الخضراء اهي. تمام، الاستواء زي ما انت شايف كده، الاستواء حلو. تمام اهي. التربه دي يعني لو بتتاكل كنت كلتها، رزق من الله. مستحيل تكون صحراء، مستحيل تكون ارض جبليه وطينه كده. الله سبحانه وتعالى عامل لنا الارض دي رزق عشان نزرع، ارض طينيه عشان نزرع، ونص المشروع بنبيعه فاضي. خلاص. اقل مساحه 100 فدان، اقل مساحه 100 فدان. وش الميه هنا 40، يعني تعمل بير خباطه هيبقى عندك ميه جباره زي اللي عامل بير بريم. واحد عامل بير بريمه ووش الميه عنده 80، هيبقى انت عندك وش الميه اعلى منه. خلاص. بتاع البريمه هيصرف له 5 6 مليون جنيه على البير، انت هتصرف لك مبلغ اقل من مليون جنيه على البير، ويبقى عندك ميه حلوه زيه بالظبط واحلى منه، لان عندك وش الميه 40. انا دايما ادور على وش الميه، ما تقوليش خباطه ولا بريمه. افرض ان عامل لي بير طول جمهوريه مسعبيه ووش الميه بعيد، هعمل ايه؟ اجيب ميه منين؟ انا عايز وش ميه. خلاص. طب انا ابقى الخباط ابقى اعمل ايه؟ انت عايز تكمله بريمه بعد كده ابقى اعمله بريمه، هتكسر. دايما البير خباطه مثلا في حدود 300 متر مثلا، اخر حاجه بقى 8 بوصه بقى حوالي 40 متر، يبقى كسرهم وكمل بير بريمه. خلاص. يبقى التربه خضراء اهي. تمام. التربه اهي، التربه اهي، التربه اهي، التربه اهي. دي طينه، طينه، دي الطينه السوداء. الناس بقى بتقول عليها تربه خليط، ما اعرفش بقى، سموها زي ما تسموها. يعني واحد ممكن يخلف بنت، ممكن تسميها شاهناز، وممكن تسميها اسم شعبي عايده، ممكن تسميها هايدي، ممكن تسميها اسم صباح. سمي بقى زي ما انت عايز، المهم ان الايه، البنت جميله اهي. انا بقترح تسموها هايدي. خلاص. ما تسميش اسماء شعبي لان حاجه حلوه قوي. تمام. والشعبي مش وحش برضه، بس خلاص التربه جميله، جميل، خضره، خضره. ما تجيبش لودر، هات بحرات واحرت وساوي كده وازرع. اهي 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 تربه سودة، سودة اهي اهي. الله لا اله الا هو. ده كان الفيديو بتاع النهارده. مستنيكم بقى مكتبه الفرافره ميدان الشاشه. خلي الغلابه تاكل، خلي
انت هتلف على دي؟ ايوه مش عايز يمشي اه هو لسه اللي مش شطاش بس. بص الجار اللي من هنا اهو، مش عارف هتشوفوه ولا لا. تحت تحت اهو، شفتوه اهو الجار. احنا ارضنا فوق. تعالوا لما نشوف الطريق ده بقى. بس العربية كله بقى يقول سبحان الله ويدعي لنا نعمر الصحراء وربنا يرزقنا. الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. اللهم ارزقني خيرها وخير ما صنعت من أجله، وابعد عني شرها وشر ما صنعت من أجله. كل طريق عاملين لفة كده، لفة واثنين وثلاثة، بحيث عربية تيجي تركن على جنب. وده واسع 5 متر، يعني يعدي عربية كمان جنب الايه، جنب العربية بتاعتنا. اي عربيه تعدي كده هتغرز. ده مش شطبش اللي بقول لك عليه. اللي ماشي على العربيه لسه شطبش، تمشي لك على دي بس برضه. بصوا يا جماعه الخير، شايفين الطريق بيرسم الارض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اوعى تنسى دي بقى يا حاج احمد، الحته دي نعمها الحته دي. والطريق اللفه دي برضه عايزه حاجه من الركنه كده. ها؟ ايوه عربيه تقيله ولا حاجه. من الركنه اليمين والشمال. تمام؟ الله يستر. الحته اللي تحت ده برضه لو نقله كمان اهو. ايوه اللي احنا فيها دي. عمل لفه كده عشان يعني لو عربيه طالعه ولا نازله. بصوا يا جماعه الخير، لما كنا جوه ما كناش باينين هنا. بص عشان احنا اعلى، بس مش عارف هتشوفوها هنا في الشمس ولا لا. هنا الناس زرعه في اليمين اهو، مش عارف هتشوفوها ولا لا. هنا الجيران، احنا اخرنا هنا الطريق ده الجار زرع اهو، فيه جار فوق هناك اهو، شايفينه؟ ده اخر ارضنا. تمام. طبعا مش عارف هتشوفوا اللي هنا. طب ممكن تشوفوا الجار اللي، لا محدش هيشوف حاجه. خلاص كفايه كده. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب شركه ام جي لاستثمار الزراعه بالفرافره. النهارده احنا في ارضنا اللي في سهل بركه. بسم الله ما شاء الله. المعلم احمد علي اللي هو عامل الطرق المقاول. بص الطرق، هات الطرق ده كده يا باسم. شايفين هنا؟ بص كده. طبعا العربيات اهي معاها اللوادر تحت بتحمل، ومعاها اللودر بيفرد. شوفوا بص للطرق، تحس ان انت يعني مش ارض، يعني خلاص بقى طريق، بقى طريق. ازيك يا حاج احمد؟ ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مبسوط معانا ولا قرفنا؟ تمام الحمد لله. لا ابدا. تمام والله. تعبتك الارض؟ لا كويس الحمد لله. طب ايه رايك في الارض الرمله دي؟ لا تمام خالص. والقرب بتاعها 100 والموقع احلى. بسم الله ما شاء الله. من الاربع نواحي الناس زرعه. هنا الارض ديت مزاد قديم. مزاد ايه؟ قديم. انا معايا برضو رمله، ومعايا 552 خليط. اللي عايز ارض رمله اقل مساحه 200 فدان، اللي عايز ارض خليط اقل مساحه 100. هنا اللي عايز يعمل بير خباطه يعمل، لان وش الميه عالي هنا، ووش الميه هنا 70. الارض الخليط بسم الله ما شاء الله عليها شبر رمل، ومن تحت تربه خضراء زي العسل.
هبقى اصورها لكم في يوم تاني. احنا هنا كنت بس عايز عشان نشكر الراجل ده، شكر الناس، انك تظهرهم للناس عشان يشوفوا، لان في مستثمرين كتير بتبقى واخده ارض وعايزه تعمل طرق ومش عارفه، ده بيبقى مش عارف يمشي من ارضه، فيقوم مكلمني بتاع محمد ابعت لي تليفون احمد اخو ضاحي او ضاحي، هو معاهم كل المعدين الفيديو ده عشان نشكره ونقول له كتر خيرك، متفق معانا على حاجه والحاجه كويسه وشغله حلو ومعاملته مريحه، بنتعامل مع بعض يعني خد هات ان شاء الله، ربنا ييسر الحال ونعمل اكتر ويبقى معانا على طول ان شاء الله باذن الله. المشروع اللي ورا انت اللي هتعمله كله، وانا ليا هنا يا جماعه بعد الغرد برضو مساحه وريتها لك قبل كده، ان شاء الله انت اللي هتعمل لها الطرق بتاعتها ان شاء الله. وطبعا انتوا عارفين ان انا معايناتي يوميا، بس انا عندي في الفتره اللي جايه دي يعني انا بشتغل كل النهار، فعايز اريح جمعه وسبت، فهبقى مش موجود جمعه وسبت لمده شهر، يعني انا هبقى الخمس ايام ويومين هريحهم، اليومين دول وانا بريحهم برضه هعمل شغل كده، بس اللي هيبقى موجود باسم في المكتب، فاللي حابب يجيني جمعه وسبت وما لقانيش موجود هيتفرج يعاين لحد ما ابقى موجود الحد، لكن اي يوم في الاسبوع انا موجود، يعني اخدك المعاينه بنفسي، تشوف الارض، فانا موجود 5 ايام في الاسبوع، حد 2 3 4 خميس، 5 ايام في الاسبوع، وباسم موجود جمعه وسبت. طبعا انتوا عارفين مكتبي في الفرافره ميدان الشاشه، كان معكم